سلام اخواتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نديرو هذا السوفلي يجي هشيش وبنين وبحشو اقتصادي وصحي. تبعوا معايا كيفاش غادي نحضروا هذا السوفلي اللي يجي الحجم تاعه متوسط. العجينه تقدري ديري بها بزاف مملحات نعطيها لكم في هذا الفيديو، سهله وخفيفه وتوجد بالخف. هنايا درت كميه تاع الماء، درت 400 مليلتر تاع الماء يكون دافي. دائما في المعجنات تستعملوا الماء دافي. مغرف تاع خميره تاع الخبز وزوج مغارف تاع اللحظه. هنا اللحظه نستعملها انا كمحسن غذائي اللي يديروه في المعجنات، نفضل نستخدمها بزاف في المملحات تاعي. هنا ضفت عليها مغرف كبيره ثاني تاع لاليفيغ. هنا عندي هاد لاليفيغ تاع العلبه هكا باش تسهل عليا ونعرف كيفاش نخدم بها. هنايا زدت عليهم مغرف تاع الخل الابيض، يعطينا قرمشه وخفه لهاد لي سوفلي يجوه هشاش كيما اللي يتباعوا برا. ولا احسن منهم. زدت عليهم زوج مغارف تاع زيت زيتون اختياري. وهنا عندي الفارينه ودرت كميه صغيره تاع الملح، تقريبا مغرف صغيره تاع الملح، وبديت نغربل في الفارينه ونلم فيها هكا بهذه الطريقه غير بالفوي. هنا غادي نخمر العجينه تاع 10 دقائق، نخليها تقريبا شويه سائله تختمر مده 10 دقائق في المره الاولى، ومن بعد نعاود نكمل لها الفارينه ونلمد العجينه تاعنا. هذه من انجح الوصفات كما قلت لكم تاع السوفلي، تقدري ديري بها اي نوع تاع مملحات. هنايا انا ندير بها هاد لي سوفلي صراحه يجوا بزاف خفاف. هنايا بعد ما اختمرت لي 10 دقائق شوفوا كيفاش ولا القوام تاعها. طلقت لنا هذوك الفقاعات تاع التخمر تاع الخميره تاع الخبز. هنا نكمل لها الفارينه المتبقيه. هنا دائما كي تبدو بالسوائل ما تغبنكمش الفارينه كي تجمعوها في التالي. هذيك اللي ديري لها الفارينه في البديه وتبقي تخلطي هي اللي تغبنك وما تعرفيش القوام اللي لازم تحصلي عليه. هكا بهذه الطريقه نبدا نضيف في الفارينه ونجمع فيها. ما لازمش تخلي العجينه تاعك جاريه، وايضا ما لازمش تخليها يابسه حتى نتحصلوا على قوام متماسك، ونخلوها تختمر للمره الثانيه حتى يضاعف الحجم تاعها باش نجو نشكلوها. وبالنسبه لي سوفلي كل وحده وطريقه اللي دير بها الحشو تاعها. درت لكم حشو اقتصادي وصحي او ميم طون ما فيش بزاف مكونات. دوك تشوفوا معايا باش عمرت هاد لي سوفلي. هنا العجينه تاعنا بدلت لها البول، درت بول واحد اخر تاع الزاج هكا باش تطلع معانا، ودرت لها رشه خفيفه تاع زيت زيتون وخليتها تختمر تقريبا مده نص ساعه. فجيت لقيتها واجده. فقط شكلتها تقريبا. السوفلي تاعي درته حجم تاعه شويه كبير، ما درتهاش الحجم هذاك اللي يجي صغير. هنا غطيتها غير بهذا البلاع تاع البول الاول اللي كنت نخدم به. بالنسبه للحشو انا استخدمت فيه لاصوص طوماط هذه اللي كنت حضرتها معكم. اللي بغات الطريقه تاعها خلي لها الفيديو ولا تروح تشوف الفيديو تاع صلصه الطماطم، راني خادمتها معكم. تبقى لك حتى مده سيمانه في الفريجيدير. تبغي تحتفظي بها في المجمد ايضا غادي تشد لك مده طويله. عندي هنايا كميه تاع الطون درت تاع الزيت، عندي كميه تاع الزيتون الكحل، عندي خليط بين السانوج وبين الجنجلان، وعندي صفار بيضاء درت له شويه تاع القهوه، وعندي فرماج انا استخدمت هذا جوده ربيته وخديته على جهه ودرته في الحشو. تقدر ديريه ايضا من الفوق، تقدر ديريه فقط من الداخل في الحشو. اذا هذه وصفه من وصفاتي الناجحه. تقدر ديري بها مشروع مصغر هكا تاع مملحات. هاد السوفلي انا اللي درته اليوم يجي الحجم تاعه شويه كبير على اللي نديروه العادي. اللي نديروه مع الحريره ومع الشوربه. هذا درته الحجم تاعه متوسط، فالسعر تاع الحبه الواحده يكون حتى 15 نرف للحبه. كما قلت لكم هنايا انا الحجم اللي درته كبرته شويه. بالنسبه للكميه تاع العجينه اللي درتها معكم اليوم دارت لي 6 حبات.
نعاودو نولو للطريقة كيفاش حطيت المكونات. درت العجينة بهذا الشكل دائري، تقدري تطبعيها، تقدري ديريها وحدها هكا العجينة وتشكليها. درت عليها صلصة الطماطم، زدت عليها الثوم، ودرت لها الفلفلة كنت شويتها ودرت لها شوية تاع الملح. وهنايا جبت هذاك فرماج رابيته ودرت منه كمية. أكيد نديرو غير في الجهة تاع السوفلي هكا باش كي نغلقو العجينة تجينا جهة فيها وجهة غادي نردوها فوق الحشو ونبلعوها بالطريقة المعروفة. نعاودو نطووها ونبلعوها بالفرشيطة هكا باش نضمنو بلي ما يخرج لناش الحشو. واكيد كي نكملوا كاع الحبات غادي نحطوهم على بابي كويسون في البلا اللي يدخل للفرن ونديروهم يطيبوا على 180 درجه. واكيد غادي ندهنوا لهم السطح تاعهم بهذاك الصفار البيض باش يجيو محمرين من الفوق. ونديروا لهم هذيك الرشه خفيفه تاع الخليط هذاك اللي درته بين السانوج وبين الجنجلان. وهنا خدمت معكم شحال من حبه. كما قلت لكم هاد العجينه تصلح لكاع المملحات، تقدري ديري بها ايضا البيتزا تجي بزاف خفيفه. خاصه اذا كان عندك الفرن اعلى درجه، يعني حمي بزاف هذاك الفرن، غادي تجيك البيتزا تاعك ولا المعجنات ولا المملحات يجوك خفيف. هنايا الطريقه الثانيه اللي درتها معكم، طبعت بهذا الطبسي كما هكا شكل دائري وعاودت زدت حليتها بالرولو هكا باش ما تجيناش الحبه تاع السوفلي خشينه في العجين. لازم دائما نرقوا العجينه. وهنا كيما درت معكم الطريقه الاولى نكمل كاع الكميه. نبدو بلا صوص اللي كنت ديجا درتها لكم في فيديو مفصل وحدها. هنا دائما كتكون عندي كميه تاع طوماطيس نخدمها وخليها في الفريجيدير. وبالنسبه للحشو تقدري ديري دجاج يكون عندك مقلي مع البصل، تقدري ديري اي حاجه. في بلاصه انا ما درت بالنسبه هاد المملحات يتمشوا بزاف، ديريهم كمشروع مصغر من الدار. تقدري تخدميهم وديري ديري البوبليكاسيون تاعك في ليغو وتوفري هاد المعجنات ولا المملحات. وسيرتو لازم يكونوا جدد. توفريهم يكونوا قيين، يكونوا بروبر امبالين مليح، ماشي تخدميهم يكونوا بايتين تحميهم ولا هكا باش الزبائن تاعك يعرفوا الخدمه تاعك نقيه وتولي تخدمي دائما معاهم، خاصه اللي يكونوا زبائن كما قالك اوفياء يخدموا عندك دائما ويعرفوا باللي تخدمي لهم حاجه نقيه وحاجه جديده. بالنسبه للعجينه كاين اللي يبغي يكونجليها العجينه تبقى كما هي، انا نفضل نخدمها جديده. لكن اللي بغات تدسها في الفريجيدير تكون عندها كميه وما تبغيش طيبها تمتم تقدر تحتفظ بها في المجمد. انا ما ننصحكمش بها العجينه اللي تكون مجمده. نبغي العجينه كما قلت لكم نخدمها تمتم ما تشدنيش كاع في التحضير تاعها. نخدمها نوجدها ونخليها تختمر ومن بعد نخدم بها. هنا كما قلت لكم درت الحجم متوسط، خرجت لي 6 حبات. هنا بديت فقط طيبت هادو باش صورتهم لكم، بعدا كملت هادوك اللي كانوا باغيين لي. وهنا بالنسبه للديكور ولا التزيين تاعها اللي يجي من فوق اختياري. تبغي ديري فرماج هذاك حتى كي تكمل طياب وتعاودي ترديهم هذاك الفرماج يذوب من الفوق، تبغي تخليها هكا بهذا الديكور. هنا زدت لها حبه تاع الزيتون في الوسط. شعلت الفرن على 180 درجه وخليته يحمى مليح. هنايا مسحت هذاك البيض اللي هود لي في البلا هكا باش ما ينحرقليش ودخلتهم يطيبوا. شعلت عليهم من فوق ومن تحت وخليتهم حتى نشوفهم داو اللون دوغي كيما هكا يتحمروا مليح. شوفوا كيفاش جاو خفيف. هنا راهم عاد حاميين. هذيك خرج لي منها شويه فرماج في الوسط كيما درت فيها الزيتونه في الوسط. تبغي كيما قلت لك ديري فرماج من فوق وتخليه يذوب يجيك بزاف الشكل تاعها شباب وتجي بنينه. شوفوا كيفاش جات خاويه من الداخل وجا داك الفرماج يتعلق ويتكسل، جاته هشيشه وبنينه. ان شاء الله تجربوا وصفتي. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدخلوا للروابط اللي غادي نخلي لكم اسفل
أسفل الفيديو. إن شاء الله نلتقوا في فيديو جديد ووصفة جديدة، ومع السلامة.